السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام مقبول وإفطار الهنا إن شاء الله على قلوبكم. اليوم وصفتنا سهلة وبسيطة وخفيفة على المعدة. فاهيتا الدجاج تنوكل طبعا ويا الصمون الكهربائي أو خبز التورتيلا. الطعم كلش طيب. 1 مل من المرق التمن التشريف من باب التغيير وشوية واحد يريح المعدة مالته. تنوكل بالسحور وبالفطور. نبدأ ونقول بسم الله. طبعا هنا قطعت مالتي الدجاج شرائح جوليان. عبالي الكاميرا مفتوحة لأن بهرته وطلعت الكاميرا مسدودة وعدت لكم التتبيلة. هي بابريكا حارة خشنة وثوم مطحون وبصل مطحون وملح وفلفل أسود. وراح أضيف المايونيز وتبل الدجاج مالتي وأعوفه على صفحة. هنا أنا البصل همين قطعتهم شرائح جوليان والفلفل الملون مالتي شرائح الصر رفيعة ومرتبة. وهنا راح أبلش طبعا عندي الفطر والجبن الموزاريلا أو القشقوان، انتم براحتكم شو يعجبكم تضيفون إجبان ضيفوا. راح أبدي أخلي زيت بالجدر مالتي بالطاوة وأشوح البصل زين وأشوح باقي الخضار والدجاج ونحمسهم كلهم سوية. هنا خليت الزيت مالتي راح أضيف قطع الدجاج لحد ما ياخذ لون حلو وبعدين اصفيهم على صفحة وبنفس الزيت راح اضيف البصل. همين اشوحه فد 5 دقايق يذبل وياخذ لون حلو. هنا انا نزلت الفلفل مالتي وبعدها راح ارجع الدجاج على الخضار واضيف اخر شي الفطر واحمسهم كل زين. اخر مرحله لازم اضيف الصويا صوص اللي ينطي طعم الفاهيتا الحقيقي. انا ما عندي فراح اسويه بالبيت. هنا خليت فنجان شكر يقابلها فنجانين مي فاير. طبعا خليته على النار ونهائيا ما حركه لحد ما يبدي يتكرمل بهالشكل هذا. هسه ذاب عندي الشكر راح اضيف الفنجانين مالت المي واضيف بس فلفل اسود وملح وزنجبيل فقط. واضيف تقريبا 3 ملاعق على الاكل مالتي من الصويا صوص. سهله وبسيطه وما تحتاج يعني تقدرون تحتفظون بالباقي بالثلاجه. هنا أنا البهارات نزلتها نفس بهارات اللي خليتها بالتتبيله مال الدجاج عدا البابريكا لان ما اريد كلهم يصيرون لون واحد. هنا انا راح اسوي الخلطه اللي تتخلى يعني بالصمون الكجب الحار والمايونيز وعصره ليمون وينضاف خردل بس احنا بنحب الخردل واضيف بابريكا حاره خشنه هم شويه وياه. وهنا بديت فتحت الصمون مالتي وخليت الفاهيتا بيه وهذا الطعم النهائي. طبعا ضفت لهم جبن موزاريلا اثناء ما دا احمسهم. الطعم كلش طيب ولذيذ، جربوها واكيد راح تكتبوا لي بالتعليقات شنو الطعم. اللي وصل لهاي اللحظه وشاف الفيديو لا يبخل يخلي لايك ويتابع القناه ويفعل الجرس على ميزه الكل حتى توصل اشعار كل ما انزل فيديو جديد. اتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. في امان الله.